ضربة ركنية لمصلحة نادي النهضة الآن. والضربات الركنية عامل مهم في إحراز الأهداف. شفنا أخطر فرصة في اللقاء حتى الآن كانت عن طريق ضربة ركنية. ممكن الآن منصور النعيمي، عرضية موجودة. هو سعيد جمعة. أخيرا يأتي الهدف والكرات الثابتة عامل مهم. سعيد جمعة ما كذب خبر وأتى بالهدف الأول. النهضة يتقدم بالهدف الأول إذن عن طريق اللاعب سعيد جمعة. 1-0. شوف الإعادة، شوف العرضية السليمة واللمسة موجودة، وبالتالي هدف موجود. أول أهداف اللقاء سعيد جمعة، المتابعة موجودة، وهدف أول يأتي بعد مرور 21 دقيقة من أحداث هذا اللقاء. لا ينتظر ولا يحاول أن يتلقى هدف ثاني في مرماه، يحاول هو من يبادر. الآن ضربة ركنية على طول مرسولة. الضربات الركنية هي اللغز، هي الحل، هي الأهداف في هذا اللقاء. نادي بهومة يأتي بالهدف. هدف ثاني يأتي الآن لمصلحة النهضة. شوف منصور، يا سلام على منصور النعيمي. كراته بأهداف، لعباته بأهداف، والمتابعة تأتي من بهومة. هدف ثاني الآن لمصلحة نادي النهضة من أتت بالأهداف. وهنا كرة ثابتة، ركلة جزاء لمصلحة نادي النهضة. محمد المشيخي ولا سليمان سكيري ولا محمد. خلص محمد وأتى بالهدف الثالث. هدف يسعد الجماهير النهضوية، هدف يؤكد تفوق النهضة، هدف يؤكد اقتراب النهضة من التتويج بالدوري بنسبة 100%. حتى الآن ما يحدث في الشوط الأول يؤكد بأن الدرع ذاهب لا محالة لمحافظة البريمي لتتويج نادي النهضة باللقب بتحقيق الانتصار حتى الآن بعد مرور 40 دقيقة ب3 أهداف مقابل هدف. لاحظ الإعادة مرة أخرى حاول فيها سليمان سكيري.